النينجا أخطر مجرم في كازا والمغرب، اللي روع المغرب وكازا سنة 1991. الاسم ديالو قاسم عوض الله، تزاد سنة 1961. التحق بالمدرسة العسكرية ولكن ما كملش فيها بسبب المشاكل اللي وقعت ليه، ودوز السجن العسكري سنة 1986 فيها، ومن بعد خرج وتزوج وساكن في كازا الكريان. وصل لعمره 30 عام. كانت المهنة ديالو عامل كروسة بسيط، كيبيع ويشري في الخضار والديطاي واي حاجة. لذلك كان كيتريني بزاف وكيعمل حركات نينجا، وهذا الشيء كامل باش يستغل هذا الشيء في السرقة. اول سرقة يستعملها اللي هي ضرب عساس سيارات وقتله سنة 1991، حيت بدا سرقة السيارات. واحد النهار في يناير 1992 هو خارج، بان ليه مركز الشرطة وفيه شرطي واحد معزول لوحده. استغل الفرصة وهو يدخل عليه بحجرة، ضربو وسرق ليه السلاح الوظيفي ديالو الفردي المسدس وهرب. ومن بعد غتبداو التحريات على مجهول سرق سلاح فيه عشرات القرطاسات. والنينجا استغل الفرصة باش يمشي ويجرب السلاح، فمشى جهة السكة ديال التران، استغل الصداع ديال التران وطلق جوج قرطاسات، وعرف باللي المسدس راه خدام. هو يبدا يستغل داك الفردي ديالو في السرقة، واول واحد ضربو بقرطاسة هو بائع السجائر. تناوش معاه، طلق عليه قرطاسة ولكن ما ماتش، لحسن الحظ هرب. من بعد النينجا هرب ومشى نفذ الجرائم ديالو. هاد المرة الثاني يقتل البوليسي اللي هو الاسم ديالو عز الدين المبروكي رحمه الله عليه. كان كيمشي اوتوستوب من كازا للرباط، حيت هو كان ساكن في كازا وعندو الخدمة ديالو في الرباط. بان ليه بوليسي بوحدو وهو يستغل الفرصة باش يقتلو ويشد السلاح ديالو والقرطاس. تيرا فيه النينجا جوج قرطاسات، والثالثة كانت في الراس ديالو. قلب البوليسي ولكن لقى السلاح خاوي، تصدم وهو يهرب. وفي نفس اليوم خرج بالليل وفي حي طريق مع الجوج الليل، بانت ليه سيارة واقفة وفيها جوج الناس. شوفوا شنو دار، قال لهم واش خاصكم شي مساعدة؟ قالوا ليه لا. مشى ضرب دوره وهو يرجع، جبد السلاح وتيرا فيهم بجوج. لحسن الحظ ما ماتوش بأعجوبة. النينجا مروع الناس كازا، كلشي ولا خايف يخرج ويتلاقى مع النينجا، ولكن الصدمة هي انه السلاح خواليه والشرطة عرفات هاد الشي. رجع جهة السكة ديال التران وربط واحد العلاقة قوية مع السلاح ديالو، مقدرش يفرط فيه، انه كيحطو بعيد وكيبقى يشوف فيه ويرجع تاني كيهزو. والشرطة لحد الان ما عارفاش شكون هو هاد النينجا ولا كيفاش داير ولا منين جا، حيت كاع الضحايا ديالو ما قدروش يعطيو شي مواصفات، فقط انه نينجا كيعمل حركات كاراتيه ونينجا، وانه ملتم ودير عصابة على الوجه ديالو فقط. النينجا غادي يختفي من بعد هاد السلسلة ديال الجرائم اللي دار، غادي يختفي لمدة 4 سنين من 1991 حتى ل 1995، وغادي يرجع يبان. الضحية ديالو رجل اسمه مولاي مبارك، ضربو بعصا راسو اللي دير ليه إعاقة مدى الحياة. شفرو وهرب. البوليس عارفينو كيدير التام وكيدير حركات النينجا، هي اللي صرح بها احد الشاهدين في ذاك الجريمه. لكن النينجا عرفوه بانه رجع كيدير العمليات الاجراميه ديالو. بداو التحريات ديالهم وشكوا في 3 حتى وصلوا للنينجا الحقيقي، وداروا ليه كمين بمساعدة بزاف الشرطيين والبوليس، حيت كان خطير جدا. تم القبض عليه في المنزل ديالو، حيت يلاه كان رجع من واحد الجريمة كيديرها في 1995، وتم الحكم عليه بالإعدام يوم 14 أبريل 1996 بعد ما اعترف بكل الجرائم المنسوبة إليه. وهو الآن مازال على قيد الحياة، وآخر واحد من شافه هو العائلة ديالو في 2007.